ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دخلنا كده على البصل عدل. هنعمل النهارده اكله كل الناس بتحبها. هاتيلي كده، انا جبت البصل عندي الصغير مش كبير. جبت 7 بصلات. هعملهم اقطعهم كده جوانح. وهجيب حبة زيت. خلص التقطيع ونحط زيت ونحمره. انا جبت الحلة وحطيت احط فيها زيت، واحط فيها البصل. حمر البصل ده بقى لحد ما يبقى لونه ايه، يخش على الغمقان اهو كده. هطلعه بقى، مش هغمقه قوي عشان ما يبقاش ممر. واحط بقيه البصلتين اللي فاضلين عندي، كمان بصلتين خرطتهم واحطهم بقى تكمله. دولت برضه هحمرهم. هنا حطيت شويه ميه على البوتاجاز يغلوا. كنت بلة حمص، مسكيله حمص من بالليل وهحطه فيه اهو. والبصل دخل على تحمير. حمرته اهو، شلته من الزيت. واحط بقى ايه، حمرت وبصلايه كمان احمرها، مش هحمرها قوي يعني. واحط عليها بقى ضربه شفشقين خلاط، شفشقين قوطه، واحطه. هنا الميه غليت، حطيت الحمص. الحله دي هلاقيها صغيره كده، هحط بقى الحله الكبيره. هنا جبت حطيت ميه على العدس بجبه، واحطه على ولع له البوتاجاز بقى وحطيته عليه. واحط بقى الصلصه عليها كده وهي يعني لونها فاتح كده. وكان عندي كيسين صلصه في الفريزر، طلعتهم حطيتهم برضو عليه، عشان عندنا بيحبوا الصلصه كتير على الكشري. صلي على النبي، وما تنسونيش ولا تحطيليش لايك، يعني حطيلي لايك وشير، ما تنسونيش كده يعني. في اللايكات والشير اهم حاجه اللايك. كل اللي يخش ربنا يقدره على فعل الخير يا رب. حق جاي النبي. ربنا يقدركم ويوقف لنا ولاد الحلال، ويوقف لكم ولاد الحلال، ويصلح حالنا جميعا يا رب العالمين. هنا العدس داخل على السوا، حطيت الكمون وحطيت ملح وحطيت كزبره. ما بحطش اكتر من كده على صلصه الكشري. وهنا وحطيت توم. هنا بقى هعمل شويه رز بشعريه، بس انا صفيت بقى هنا بقى العدس، وخدت الميه بتاعته عشان بحب الرز بيبقى طعمه حلو بميه العدس، عشان بيبقى مرقد فيها كده من العدس كتير،
فباخد المية التقيلة ديت بحطها على الرز. والحمص هو استوى. حطيت له قطايه، حطيت له قوطه، كنت حاطه شايله حبه، وحطيت له بصلايه، وحطيت له حبهان وملح وكمون. والليمون بقى لما بنيجي نشرب بحط كده للكشري، وبحط اللي عايز بحط له في كوبايه. صلصه خلاص اهي اتسبكت. الشعريه خلاص اهي هنا حطيت حله ميه عشان اعمل المكرونه. والله بص لونه عامل ازاي، بس هو احلى من كده بكتير. لونه احلى من كده كمان. والا طعمه في منتهى الجمال. هحط بقى للرز مش هحط له ملح، عشان حاطه ملح على ميه العدس. اهو بص حطيت ميه العدس جميله. لقيته ناقص ملح حطيت له. هنا عملت الدقه بقى، حطيت توم وكمون وشويه خل وعصرت ليمونه، وبقى دقه جميله على الباب. هنا المكرونه بتتسلق. لقيت دلع حطيت لها شويه ملح. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رب. لا اله الا الله. عملت هنا، حطيت حبه زيت، وحطيت شطه، واحط عليهم بقى مغرفه صلصه. احط لها حبه ميه ومغرفتين صلصه كده هنا للشطه تبقى جميله. لما بتحمريها كده بتبقى بتدي كمان، يعني بتبقى عامله زي شطه الزيت اللي بنجيبها من عند بتاع الكشري، واحلى كمان. هنا حطيت ميه بقى عشان اعمل ايه، اعمل المكرونه الاسباجيتي. وهنا حطيت الطاسه عشان اعمل حمر العيش. جبت كيسين عيش شامي وحمرتهم جنب الكشري. ما بياخدش وقت، في ثانيه بيتحمر. حطيت له كمان حبه زيت.
والله جايبه الكشري العدس ده من رمضان، قلت اعمله في العيد وما عملتوش. عملناه مع بعض بقى دلوقتي. والمكرونه اهي خلصت، يعني يعتبر لسه داخله على السوا. العيش برضو على اخر حاجه، مش عارفه اخر لسه ولا لسه تاني. لا لسه. رغيفه كده صغيره عملتها 4/4، بياخدش وقت، بيتحمر على طول. هنا بقى هعمل طشه للصلصه. حطيت حبه زيت وثوم وكزبره، حط ورق لوري، واحطهم بقى على الصلصه، بتخلي طعمها في منتهى الجمال. اخر حاجه بقى خلصت كده، يعتبر ايه الاخر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كده بقى غرفنا، وبالهنا والشفا، مع الف مليون سلامه.